قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر ممن تأخذ، خذ دينك من الذين استقاموا، لا تأخذ دينك من الذين مالوا. يا ابن عمر، دينك دينك، أي إلزم دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر ممن تأخذ، خذ دينك من الذين استقاموا، لا تأخذ دينك من الذين مالوا. إذا رجعت إلى الأحياء فهناك أهل استقامة وهناك أهل إمالة، فإذا وجدت أهل إمالة فإياك أن تأخذ منه دينا، فإنه سينتهي بك إلى سبيل يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. والحديث الذي ذكرته رواه الإمام أو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك ذكره ابن عدي في الكامل، ذكره الإمام السيوطي أيضا في الجامع. فإذا رجعت إلى الأحياء ابحث عن أهل الاستقامة، وإياك عن الذين مالوا وأمالوا والعياذ بالله. وأنبهك إلى أهل الإمالة حتى تكون على بصيرة من أمرك. وفي مقدمة أهل الإمالة هؤلاء من ابتلانا الله عز وجل بهم وابتليت الأمة بهم، وهم المعروفون بإخوان المسلمين، وإذا سميتهم إخوان مصر فأولى، فإن الإسلام كثير عليهم، وكثير أن تنسبهم إلى الإسلام أو أن تنسب الإسلام إليهم. بعض الناس يرجعون إلى هؤلاء يستفتونهم ويريدون أن يفهموا منهم دينهم. احذر هؤلاء فإنهم العدو قاتلهم الله. إخوان مصر والحزب العراقي في العراق والغنوشي في تونس وأردوغان في تركيا وذاك الرجب ولا أدري ما اسمه في الصومال، وهكذا الأسماء تنوعت، ولكنهم كلهم أهل إمالة. إياك أن تأخذ منهم دينا، إنهم أهل ضلالة ودعوا إلى ضلالة. هؤلاء لا يؤخذ منهم دين. وأذكر لك كلامي مبني على أي أساس؟ هؤلاء علمانيون يا أخي، هؤلاء علمانيون يدعون إلى العلمانية باسم الإسلام، يدعون إلى العلمانية باسم الإسلام. وإلا أي فرق بين اليزيدي الذي يدعو إلى الديمقراطية وبين محسن عبد الحميد وإياد السامرائي والمرسي وما غير ذلك من المرشدين الضالين المضلين؟ أي فرق بين اليزيدي وبين هؤلاء؟ الكل دعاة ديمقراطية. هؤلاء يريدونها علمانية وهؤلاء أيضا يريدونها علمانية، فما بال هؤلاء يسمون علمانيون وهؤلاء يسمون مسلمون؟ بأي حق؟ بأي حق يسمى مسلم؟ هؤلاء علمانيون دعاة ديمقراطية، دعاة حكم بغير ما أنزل الله. وقد فعلوا ما فعله النصارى في بلاد الغرب. النصارى في بلاد الغرب تمكنوا أن يحصروا الدين في المساجد وجعلوا الحكم لحكامهم، فأصبح الدين محصورا في الكنيسة، أما الحكم فللطواغيت وللكفار. وإخوان مصر يريدون أن يفعلوا بالإسلام ما فعلوه النصارى بدينهم. أما الحكم والتحاكم فجعلوها أفلاطونية ديمقراطية. إذا أرادوا أن يحكموا فلا يرضون عن الديمقراطية بديلا. إذا الحكم والتحاكم والسلطة عند إخوان مصر لأفلاطون. أما الصلاة والزكاة والحج والصوم وما إلى ذلك فهذا لمحمد بن عبد الله. هذا في المسجد وذاك في قصر الحكم، وهذا الذي فعله النصارى. إذا هؤلاء الحثالة يريدون أن يفصلوا الدين عن الدولة، وديننا دين ودولة لا يؤخذ من هؤلاء.